بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض جغرافيا التنمية للترم الثاني. احنا عارفين طبعا ان منهجنا السنة دي بيتكون من 4 وحدات، درسنا خلاص منهم وحدتين الترم الأول، وهندرس ان شاء الله الترم ده وحدتين. الوحدتين بعنوان جغرافيا التنمية الاقتصادية وجغرافيا التنمية البشرية. كل واحدة من الوحدات دي بتضم 4 دروس، يعني احنا عندنا الترم ده ان شاء الله 8 دروس. ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدأ مع بعض أولى محاضرات شرح منهج جغرافيا التنمية للترم الثاني. وأول درس معانا النهاردة بعنوان ماهية التنمية الاقتصادية. طيب قبل ما ندخل كده في شرح الدرس لازم نعرف يعني ايه الأول كلمة ماهية. لما أقول لك ماهية التنمية الاقتصادية يبقى أنا كده بقصد إن احنا هنتكلم عن مفهوم التنمية الاقتصادية وخصائصها ومقومات التنمية الاقتصادية وكمان المعوقات، وهنتكلم كمان عن استراتيجيات التنمية الاقتصادية أو الأساليب بتاعتها يعني. تمام، يبقى احنا كده متفقين إن كلمة ماهية بتعني التعرف على المفهوم، الخصائص، المقومات، المعوقات، والاستراتيجيات. طبعا كلنا عارفين استراتيجية بمعنى طريقة أو أسلوب. تمام كده. طيب تعالوا نشوف أول نقطة معانا في الدرس وهو مفهوم التنمية الاقتصادية. طيب قبل ما أقولك على تعريف التنمية الاقتصادية لازم الأول أقولك الفرق ما بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. ركز كده معايا. النمو الاقتصادي هو حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي الذي يؤدي لزيادة مستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. ببساطة كده لو خدنا كلمة نمو معناها شيء بيكبر، شيء بينمو بيزيد، ومعنى كده إن كلما زاد النمو الاقتصادي كلما زاد الدخل القومي، وبالتالي يزيد نصيب الفرد من الدخل القومي. يعني كل ما يبقى فيه زيادة في الإنتاج المحلي ونمو اقتصادي أكتر كل ما نصيب الفرد بيزيد من الدخل القومي. تاني تعالوا كده مع بعض نقرأ مفهوم النمو الاقتصادي مع بعض. هو حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي الذي يؤدي لزيادة مستمرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي. أما بالنسبة للتنمية الاقتصادية فهي بتكون يا شباب أعم وأشمل في تعريفها. هنلاقي مثلا إن التنمية الاقتصادية بتتضمن إحداث تغيرات جذرية في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هنلاقي مثلا تحسن في الخدمات المقدمة للأفراد، مستوى تعليمي أفضل، مستوى صحي أفضل، الشوارع أنظف، البيوت يعني مستواها بيكون أعلى وهكذا. أما النمو الاقتصادي فهو أنت يعني بيحدث تغيير في نصيب الفرد بس من الدخل القومي اللي هو بيحدث زيادة. يعني واحد بيقبض مرتب معين هيحس إن المرتب ده زاد شوية، لكن هو لسه عايش في نفس بيته بيتلقى نفس الخدمات، نفس مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها، مش بيحس بتحسن في الهياكل الاقتصادية الموجودة حواليه. يبقى زي ما قلت لك ان التنمية الاقتصادية اعم واشمل في تعريفها عن النمو الاقتصادي. فهنلاقي تعريفها هي عملية متعددة الابعاد تتضمن احداث تغيرات جذرية في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والادارية مما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي. يعني كل التغيرات دي بيعقبها أيضا زيادة في الدخل القومي. مش بس كده، أنت ممكن نصيبك من الدخل القومي بيزيد بس أنت مش بتحصل عليه، بيبقى فيه عدم عدالة في توزيع الدخل. ولكن التنمية الاقتصادية بتشمل زيادة الدخل القومي والعدالة في التوزيع وتحسن مستوى المعيشة، وبالتالي الانتقال من حالة التأخر إلى حالة التقدم. تمام، يبقى في فرق واضح ما بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. النمو الاقتصادي بس هو نصيبك من الدخل القومي بيزيد حتى انت ممكن ما تحصلش عليه. تمام، بيبقى فيه عدم عدالة في التوزيع. لكن التنمية الاقتصادية لا، هي تغيرات جذرية في كل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية وغيرها، وده بيعقبه زيادة في الدخل القومي، وكمان ركز جدا معايا في النقطة دي عدالة في التوزيع وتحسن مستوى المعيشة، وبالتالي الانتقال من حالة التأخر إلى حالة التقدم. طيب ده بالنسبة للمفهوم أو التعريف. هل التأثير لكل منهم
متشابه؟ يعني تأثير النمو الاقتصادي على الدولة هو تأثير التنمية الاقتصادية على الدولة؟ أكيد طبعا لا. هنلاقي إن تأثير النمو الاقتصادي بيتضمن تغيرات كمية فقط في بعض الجوانب الاقتصادية، اللي هي الناحية المادية يعني، وحدوث زيادة في ثروة المجتمع فقط. يعني واحد زي ما قلت لك كان مرتبه مبلغ معين، هيلاقي ان مرتبه زاد شوية، لكن نفس الخدمات هي نفس البيئة اللي عايش فيها هي ما اتغيرتش، نفس البيت الصغير اللي عايش فيه لو تعب هيلاقي نفس الخدمات الصحية ونفس الخدمات التعليمية وهكذا. تمام؟ يبقى كل التغيرات اللي حصلت في النمو الاقتصادي هو زيادة في ثروة المجتمع فقط. تمام؟ طب تعالوا نشوف بقى التنمية الاقتصادية تأثيرها ايه؟ لا طبعا التنمية الاقتصادية هتلاقي تغيرات كمية ونوعية، مش كمية فقط. ازاي؟ يعني هتلاقي نوعية الخدمات المقدمة في الدولة اللي فيها تنمية اقتصادية مختلفة تماما عن الدول اللي ما فيهاش تنمية اقتصادية. يعني هتلاقي مرتب الفرد فيها أعلى، مستوى معيشته أفضل، بيتلقى خدمات تعليمية وصحية واجتماعية أفضل. تمام؟ يبقى هنا التغيرات في التنمية الاقتصادية هي تغيرات مش كمية فقط ولكن كمية ونوعية، ولا ترتبط بزيادة ثروة المجتمع فقط، ولكن يجب أن يصاحب هذه الزيادة عدالة في التوزيع وارتفاع في مستوى المعيشة. زي ما قلت لك في النمو الاقتصادي ممكن فعلا نصيب الفرد من الدخل القومي بيزيد، ولكن مش بيحصل عليه لعدم عدالة التوزيع. تمام؟ أما في التنمية الاقتصادية لا، كل الناس بتتلقى نفس الخدمة، نفس الخدمات، نفس المستوى التعليمي ونفس المستوى الصحي. في هنا عدالة في توزيع الدخل القومي، وكمان ارتفاع في مستوى المعيشة لجميع أفراد المجتمع. أوكي، يبقى هنا كده التأثير برضو مختلف. طيب تعالوا نشوف كده المدى الزمني. يعني عشان يحصل نمو اقتصادي بيحتاج وقت قد ايه، والتنمية الاقتصادية بتحتاج وقت قد ايه؟ المدى الزمني ما بينهم هل متشابهين ولا في اختلاف؟ اكيد طبعا النمو الاقتصادي هنلاقيه بيحدث على المدى القصير، يعني خلاص اكتشفنا بالبترول بعناه كسبنا فلوس زاد النمو الاقتصادي ببساطة. اما التنمية الاقتصادية فبتحدث على المدى الطويل، بتحتاج وقت ولا يمكن الحكم عليها إلا بعد مضي فترة زمنية طويلة نسبيا. ليه؟ لأن أنت بتعيد بناء الدولة، بتعمل بنية تحتية، بتعمل خدمات تعليمية وصحية واجتماعية، زي ما تقول كده بتبني دولة جديدة. تمام؟ يبقى أنت كده بتعمل على تحسين الخدمات، وده بيحتاج لوقت طويل جدا عشان يحدث التنمية الاقتصادية. تمام كده؟ يبقى في فرق في المدى الزمني. النمو الاقتصادي بيحدث في وقت سريع، يعني مدى قصير جدا، مدى زمني قصير. أما التنمية الاقتصادية فبتحتاج لوقت أطول. أوكي؟ اوكي، طيب تعالوا نتعرف كده على أهمية التنمية الاقتصادية. هنلاقي إن أهمية التنمية الاقتصادية يا شباب بتتلخص في نقطتين مهمين جدا، وهي واحد، هي عنصر أساسي لأي دولة لتحقيق التطور الاقتصادي. 2، توفر فرص عمل وتحقق حياة أفضل للأفراد. طيب ننتقل لنقطة تانية، وهي خصائص التنمية الاقتصادية اللي بتتمثل يا شباب في 5 نقط مهمين: موجهة، مجتمعية، تحقق. تعالوا كده الأول نقطة موجهة. يعني إيه موجهة؟ يعني مش عشوائية، متخطط ليها كويس جدا، يعني هي موجهة ومخططة لتحقيق غايات وأهداف المجتمع وإشباع حاجاته. طب تلخيص النقطة دي، هي موجهة لتحقيق أهداف المجتمع، موجهة لتحقيق أهداف المجتمع. 2، مجتمعية. يعني إيه مجتمعية؟ يعني بيشارك فيها كل فئات وقطاعات المجتمع. أوكي؟ رقم 3، تحقق نموا متواصلا ومستمرا. 4، تحقق توازن بين القطاعات الاقتصادية في المجتمع، اللي هي مثلا زي قطاعات الزراعة، الصناعة، النقل والمواصلات، الخدمات وهكذا. تمام؟ يبقى تحقق توازنا بين القطاعات الاقتصادية في المجتمع. وأخيرا معانا رقم 5، تحقق قدرا كبيرا من العدالة في توزيع الدخول والخدمات بين أفراد المجتمع. وأنا شايف أن دي أهم نقطة، لأن من غير عدالة التوزيع مفيش فرد في المجتمع هيحس بالتنمية الاقتصادية. تمام؟ يبقى تحقق قدرا كبيرا من العدالة في توزيع الدخول والخدمات
بين أفراد المجتمع. طيب عشان تحصل بقى التنمية الاقتصادية ايه هي مقوماتها؟ مقومات التنمية الاقتصادية أو العوامل اللي بتساعدنا على حدوث التنمية الاقتصادية. أول عامل معانا هو الموارد الطبيعية، وهي تعتبر من أهم مقومات التنمية الاقتصادية. يعني لما نلاقي أي دولة غنية بمورد طبيعي سهل الاستثمار فيه، زي مثلا تربة خصبة، ثروة معدنية، مصادر طاقة، كل ده بيساعد على الإسراع في إعداد برامج التنمية الاقتصادية. تمام؟ طبعا لو دولة فقيرة بمواردها الطبيعية بيبقى صعب جدا عمل تنمية اقتصادية. يبقى أول مقوم معانا أو أول عامل معانا هو الموارد الطبيعية، وده بيعتبر من أهم مقومات التنمية. رقم 2 عندي القوى البشرية، السكان. ما ينفعش تعمل تنمية اقتصادية من غير سكان، لأن القوى البشرية في أي مجتمع هي أساس التنمية الاقتصادية ولاد، لأنها العامل المحفز لحدوث التنمية الاقتصادية. من غير سكان مفيش تنمية اقتصادية، خاصة إذا كانت القوى البشرية دي بتمتلك قدرا من المعارف والمهارات. آخر نقطة معانا في مقومات التنمية الاقتصادية هي رأس المال والتكنولوجيا المطورة. وطبعا يا ولاد مفيش تنمية اقتصادية بلا رأس مال، لازم يكون موجود فلوس عشان تقدر تمول المشروعات التنموية الموجودة في البلد. بالله عليك ازاي هنعمل تنمية للمشروعات من غير ما يكون متوفر معاك الأموال اللازمة لهذه المشروعات؟ يبقى خلينا متفقين ان رأس المال شرط مهم جدا لتنفيذ اي مشروع من مشروعات التنمية الاقتصادية. طب فلنفرض ان الدولة اللي عايزة تعمل تنمية اقتصادية دي عندها عجز في الموارد المالية بتاعتها، هتعمل ايه؟ هتبدأ هنا تدور عن مصادر لتمويل مشروعات التنمية في البلد. تمام؟ هنا يبقى هنا كده هو رأس المال مهم بس لو مش موجود ممكن نبحث عن مصادر تمويل للمشروعات. تمام؟ كمان في نقطة مهمة جدا وهي التقنيات الحديثة والأساليب التكنولوجية المطورة، لأنها بتلعب دور مهم جدا في إنجاح مشروعات التنمية في المجالات المختلفة. تمام؟ يبقى هنا كده مقومات التنمية الاقتصادية عندي 3 مقومات: الموارد الطبيعية ودي بتعتبر من أهم مقومات التنمية، وبعدين القوى البشرية أو السكان، وآخر حاجة عندي رأس المال والتكنولوجيا المطورة. طيب إيه هي الحاجات اللي توقف التنمية الاقتصادية في أي دولة؟ يعني إيه هي المعوقات اللي بتقف أمام التنمية الاقتصادية؟ أنا عندي 4 معوقات. أول واحدة اللي هي معوقات اقتصادية. طيب المعوقات الاقتصادية بتتمثل في إيه؟ أول حاجة محدودية الموارد الطبيعية. يعني إيه؟ يعني الدولة ما فيهاش مثلا موارد مياه عذبة أو مصادر طاقة، أو مثلا الموارد الطبيعية موجودة بس بنستغلها بشكل سيء. أوكي؟ طيب يبقى أول نقطة معانا في المعوقات الاقتصادية هي محدودية الموارد الطبيعية. 2 تدني وضع البنية التحتية الأساسية زي الطرق مثلا، زي الصرف الصحي، المية، الكهرباء وغيرها. طيب ايه تاني من المعوقات الاقتصادية اللي بتقف قدام التنمية الاقتصادية في اي دولة؟ هو نقص الموارد المالية. مفيش فلوس عشان نعمل تنمية اقتصادية. طيب في دول تانية ما عندهاش فلوس وكمان عندها ديون خارجية. اوكي؟ يبقى هنا كده نقص الموارد المالية وزيادة الديون الخارجية في بعض الدول. طيب يبقى دي كده كانت المعوقات الاقتصادية. تعالوا نشوف كده هل في معوقات اجتماعية؟ طبعا في معوقات اجتماعية بتتمثل في 1 زيادة معدلات النمو السكاني والبطالة والفقر. 2 استمرار الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية اللي هي المدن يعني. 3 انتشار العشوائيات وتفاقم مشكلات التلوث بجميع أنواعه وأشكاله. 4 انتشار الأمية وضعف إمكانيات بعض المؤسسات التعليمية والبحثية. تمام؟ يبقى هنا كده دي معوقات اجتماعية. هنلاقي النمو السكاني بيقف قدام التنمية الاقتصادية، وكمان الهجرة اللي بتؤدي بشكل مباشر إلى انتشار العشوائيات. وطبعا العشوائيات دي أماكن غير مخطط ليها، ملهاش طرق، ملهاش مواصلات، ملهاش صرف صحي، ملهاش مستشفيات، مدارس، مما أدى إلى تفاقم المشكلات والأزمات في المجتمع. تمام؟ انتشار الأمية كمان بيؤثر على التنمية الاقتصادية في أي دولة. تمام؟ يبقى احنا كده اتكلمنا عن المعوقات الاقتصادية والمعوقات الاجتماعية. نيجي بقى لرقم 3 وهي المعوقات السياسية. هنلاقي يا شباب ان أي دولة في العالم ما بتقدرش تعمل تنمية اقتصادية لو ما عندهاش استقرار سياسي، ما عندهاش مثلا استقرار أمني.
لو في اضطرابات أمنية في الدولة زي مثلا انتشار حالات السرقة والقتل وعدم الأمن بشكل عام يا ولاد، بيأثر بشكل كبير جدا على التنمية الاقتصادية، وبيكون عائق كبير جدا في حدوث التنمية الاقتصادية. ضيف على كده كمان بعض المشكلات السياسية الدولية اللي مثلا ممكن هنلاقي ان بعض الدول بتدخل في مثلا حروب، ده طبعا بيأثر كمان على التنمية الاقتصادية. يبقى احنا كده اتكلمنا عن المعوقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. نيجي لآخر نقطة معانا وهي المعوقات الإدارية اللي بتتمثل في ضعف الأداء الوظيفي للجهاز الإداري، وكمان البيروقراطية والروتين في الإجراءات وإنجاز المعاملات. يعني مثلا لما تعوز تعمل مشروع هتلاقي مطلوب منك 50,000 إمضاء على الورق بتاعك، وكمان هنلاقي ان الموظفين بيقوموا بعملهم بشكل روتيني، يعني كل يوم بيكرروا نفس الحاجة هي بدون إبداع وبدون ابتكار. تمام. يبقى تاني معوق إداري وهو البيروقراطية والروتين في الإجراءات. 3 نقص الخبرات والكوادر الفنية والإدارية المتخصصة، مفيش كفاءات تقوم بهذه الأعمال. تمام. آخر نقطة معانا في المعوقات الإدارية وهو تدني مستوى أنظمة المعلومات ونقص قواعد البيانات، ودي طبعا حاجات مهمة جدا في التنمية الاقتصادية. لازم يتوفر عندنا قواعد بيانات عشان تبدأ أي مشروع من مشروعات التنمية. يبقى احنا كده اتكلمنا عن كل المعوقات اللي بتقف أمام التنمية الاقتصادية. ننتقل لنقطة أخيرة وهي استراتيجيات التنمية الاقتصادية وأساليبها. يعني ايه استراتيجيات؟ يعني الطرق، يعني احنا بنعمل ايه علشان نقدر نحقق التنمية الاقتصادية. 1 تطوير التعليم والبحث العلمي. فهنلاقي يا ولاد ان معظم الدول المتقدمة بتسخر كل امكانيات الدولة في خدمة العلم والعلماء، وكمان بتوفر التمويل اللازم للبحث العلمي علشان ده بيكون فيه ليه تأثير مباشر في دفع عجلة الانتاج. طيب هل في امثلة للدول المهتمة بتطوير التعليم والبحث العلمي؟ اكيد طبعا عندي بعض الامثلة زي ألمانيا وكوريا الجنوبية والبرازيل. 2 تحسين البنية التحتية. يعني ايه تحسين البنية التحتية؟ يعني تطويرها، يعني مثلا انشاء شبكة طرق لربط مناطق الانتاج بالاسواق، او الاهتمام بتوفير مصادر الطاقة اللازمة للمشروعات التنموية. طبعا كل ده بيأثر بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية، فممكن نقول إن في علاقة هنا طردية ما بين البنية التحتية وتطويرها وما بين جذب الاستثمارات الأجنبية. يعني إيه علاقة طردية؟ يعني كلما زاد الاهتمام بتحسين البنية التحتية وتطويرها كلما زاد جذب الاستثمارات سواء كانت عربية أو أجنبية، وده طبعا بيؤدي لتوفير فرص عمل كثيرة جدا للشباب وخفض نسبة البطالة ورفع مستويات المعيشة بزيادة الدخل. طيب يبقى هنا كده في علاقة طردية ما بين تحسين البنية التحتية وجذب الاستثمارات. طيب هل في أمثلة للدول اللي زاد فيها جذب أو استقطاب الاستثمارات الخارجية نتيجة اهتمامها بالبنية التحتية؟ طبعا هنشوف هنا مثالين واضحين جدا، وهي دول عربية زي السعودية، هي بتعتبر أولى الدول العربية جذبا للاستثمارات الخارجية، وكمان الإمارات العربية. تمام كده، وكل ده نتيجة اهتمامها بمشروعات البنية التحتية. وكمان هنلاقي ان دولة المغرب قامت بمشروع اسمه مشروع وصال الدار البيضاء الميناء، وهنلاقي ان في المشروع ده دولة المغرب اتجهت لتطوير البنية التحتية بالمدن، فبدأت في مدينة اسمها طنجة ثم مراكش وأخيرا الدار البيضاء، حتى تم رصد حوالي 737 مليون دولار لتنفيذ هذا المشروع. طبعا المشروع ده كان هدفه هو تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحسين شبكات البنية التحتية من أجل الارتقاء إلى مصاف العواصم العالمية الكبرى، وكمان تنشيط الجانب السياحي. أوكي. النقطة الثالثة معانا وهي ضبط معدلات النمو السكاني المتزايد. وطبعا معدلات النمو السكاني يا ولاد هنلاقي ان الدول انقسمت في التعامل مع هذه المشكلة. هنلاقي مثلا ان في دول اهتمت جدا وأعطت كل أولوياتها لتنفيذ برامج تنظيم الأسرة للسيطرة على خطر الزيادة السكانية. هي شايفة من وجهة نظرها ان الزيادة السكانية دي تمثل خطر وعائقا كبير جدا قدام التنمية الاقتصادية، علشان كده اهتمت قوي ببرامج تنظيم الأسرة وتوعية السكان بتحديد عدد أفراد الأسرة والسيطرة على الزيادة السكانية بهذا الشكل.
في دول تانية قالت ان احنا ممكن نتبع سياسة اخرى، وهي الحد من الهجرة الخارجية، ودي طبعا بتعتبر او معظمها يعني دول اوروبية هي اهتمت اكتر بالحد من الهجرة الخارجية، واكتفت فقط بعدد السكان الموجود داخل دولتها. تمام. اما بقى هناك بعض الدول انا شايفاهم من وجهة نظري ان هم اكثر ذكاء، حيث جعلت الزيادة السكانية قوة مضافة لها، واستثمرت في البشر واستثمرت في السكان، زي مثلا دولة الصين، حيث استطاعت استثمار القوة البشرية لديها في مجال الصناعة. مش بس كده، ده الصناعات أو المنتجات الصينية غزت الأسواق العالمية في جميع البلدان. تمام كده. يبقى هنا كده عندي ثلاثة اتجاهات للدول. في دول اهتمت أو أعطت أولوية لبرامج تنظيم الأسرة، وفي دول تانية اهتمت بمنع الهجرة الخارجية إليها واكتفت بالسكان الموجودين عندها اللي هم السكان المحليين. أما هناك دول أخرى جعلت الزيادة السكانية قوة مضافة لها، وتعتبر ما اعتبرتهاش عائق يعني أمام التنمية الاقتصادية. معنى كده يا شباب إن الزيادة السكانية بتعتبر سلاح ذو حدين. يعني مثلا لو الدولة نجحت في استغلال واستثمار الطاقات البشرية الموجودة عندها زي الصين كده، فهنلاقي إن الزيادة السكانية هنا بتؤثر بشكل إيجابي على التنمية الاقتصادية. أما في حالة فشلت دولة في استغلال هذه الموارد البشرية، فبتعتبر في هذه الحالة معوق أساسي من معوقات التنمية الاقتصادية، لأن النمو السكاني بيأكل كل ما هو يؤدي إلى تنمية اقتصادية. تمام. يبقى أنا شايفة هنا الحل الأمثل إن استغلال الدول لهذه الطاقات البشرية والاستثمار بها حتى تنتج عقولا مفكرة ومبدعة. تمام. ننتقل إلى النقطة التالية، وهي الاهتمام بالتنمية الاجتماعية مثل تطوير المناطق الأكثر فقرا حتى لا تصبح مناطق طرد سكاني. طبعا المناطق طرد السكاني دي بتؤدي إلى انتشار العشوائيات حول المدن الكبرى، فده طبعا بيؤدي إلى تفاقم المشكلات وحدوث الأزمات الاجتماعية. رقم 5 هي زيادة الصادرات من السلع والخدمات، وده طبعا بيكون من خلال زيادة الإنتاج وبالتالي تحقيق فائض في الميزان التجاري، وده بيساهم في توفير السيولة من العملة الصعبة. 6 الحد من تصدير المواد الخام للخارج. طبعا يا ولاد معروف جدا ان تصدير الدول للمواد الخام بيؤدي الى اهدار مكتسبات الاجيال القادمة وحرمان الدولة من انشاء العديد من الصناعات، زي مثلا تصدير البترول والغاز الطبيعي العربي بيتصدر بشكل يعني بيتصدر خام، طبعا بيؤدي الى فقد مبالغ طائلة نتيجة الفرق بين سعر المادة الخام وسعرها بعد التصنيع. طيب مثال على كده ايه؟ بعض انواع الرمال المصرية مثلا بتصدر للدول الاوروبية المتقدمة باسعار زهيدة جدا جدا، زي مثلا الطن ب50 جنيه مثلا يعني. فالدول دي بتاخد الرمال دي وبتم غربلتها وتصفيتها وتركيز خاماتها وتعيد تصديرها مرة أخرى لمصر بأسعار مرتفعة جدا جدا، بتتراوح بين 100 ل 1200 دولار للطن. تمام. يبقى شايفين هنا في فرق كبير جدا جدا بين انك تصدر الحاجة بشكل خام او تصدرها مصنعة، نتيجة الفرق بين السعر المادة الخام وسعرها بعد التصنيع. رقم 7 معانا هو ربط السياسات الاقتصادية بالتنمية البيئية. طبعا احنا طول الترم الاولاني واخدين فكرة وحشة جدا عن التنمية الاقتصادية، ودايما ان هي تنمية سيئة السمعة، بتعمل مخاطر كتير قوي للبيئة ومش بتهتم بالحفاظ على الموارد البيئية، اهم حاجة عندها المكاسب المادية فقط. ولكن بدأت سياسات جديدة يا ولاد للاقتصاد الحديث، وهو الاقتصاد او التركيز على الاقتصاد الاخضر، اللي هو بيعتمد على كفاءة استخدام الموارد، مش عايزين اهدار بقى للموارد، وكمان تخفيض انبعاثات الكربون والنفايات ومنع التدهور البيئي. عشان كده هنلاقي ان السياسات الاقتصادية الحديثة بتهتم ب1 المحافظة على الموارد البيئية وترشيد استهلاكها، 2 استخدام مصادر الطاقة المتجددة على أسس بيئية واقتصادية سليمة. 8 الشراكة والتعاون الدولي. من الضروري دعم العلاقات التجارية بين جميع الدول. طيب ازاي نقدر نعمل حاجة زي كده؟ من خلال 1 تصفية الخلافات، سواء الخلافات دي كانت سياسية او اقتصادية، لازم نصفي هذه الخلافات لدعم العلاقات بين الدول.
وكمان لازم ندور على حلول علمية وعملية للمشكلات الموجودة ما بين الدول واللي بتكون معقدة جدا، زي مثلا مشكلة المياه بين دول المنبع ودول المصب. تمام، دي مشكلة مهمة جدا ومشكلات معقدة، لازم وضع حلول لهذه المشكلات لتدعيم العلاقات التجارية بين الدول، وده طبعا بيدعم حدوث التنمية الاقتصادية للدول. فالعلاقات الجيدة ما بينك وما بين الدول الأخرى بيؤدي إلى زيادة في التنمية الاقتصادية. طب إيه العلاقة؟ طيب هديك مثال كده، انت دلوقتي دولة خلاص قدرت تعمل تنمية اقتصادية وبقى عندك وفرة في الانتاج، وبدأت يبقى عندك منتجات كتير جدا ومصنوعات كتير، عايز بقى تبدأ تسوق علشان زيادة الدخل القومي وجلب العملة الصعبة وغيرها. طيب لو انت علاقتك مش كويسة بالدول الأخرى، هتصرف المنتجات دي ازاي؟ فين الأسواق بتاعتك اللي هتبدأ تسوق فيها لمنتجاتك؟ زي الصين مثلا هتلاقي منتجاتها وصناعاتها منتشرة وتغزو كل أسواق العالم، ده نتيجة لعلاقاتها الجيدة بالدول المجاورة. اوكي، وبوصلنا للنقطة دي يبقى احنا كده انتهينا من شرح الدرس الأول. أتمنى أكون قدرت أوصله بطريقة سهلة ومبسطة، وما تنسوش يا شباب إن شاء الله المحاضرة القادمة هو تطبيق وحل أسئلة على الدرس الأول. أستودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.